وانت من الناس اللي بتشتري حاجات اونلاين من على الانترنت، يبقى الفيديو ده ليك، لان اللي هجيبه لك النهارده واللي هوريه لك النهارده هيخليك تعيد تفكير في موضوع الشراء من على الانترنت، وبالاخص المنتجات اللي بتتبعت مع المناديب. النهارده انا جاي لك مخصوص عشان اقول لك خلي بالك من موضوع المناديب ده. انا هوريك فيديو الاول هسمعك فيه قصه تسمعها كويس عشان تخلي بالك لما تيجي تطلب اوردر من على الانترنت، وبعد ما ترجع لي هقول لك على واقعه ثانيه حصلت بطريقه ثانيه، حصلت قدامي عندي في البلد برضه بسبب موضوع المناديب وبسبب موضوع الشراء من على الانترنت وبسبب موضوع الشراء الاونلاين، عشان لربما لو فكرت تشتري اي حاجه اونلاين تخلي بالك من المناديب اللي بيجيبوا لك الحاجات دي عشان ما يحصلش معاك موقف من المواقف دي. اسمع الفيديو بتاع الست اللي اشترت طلبات من الاونلاين والمندوبه جاتها وجابت لها الكرتونه كان فيها ايه، وبعد كده ارجع لي عشان احكي لك القصه الثانيه واقول لك الطريقه الثانيه للنصب من المندوبين. اهي انا حفظت عليها لحد ما النجده تيجي تاخدها من على النت تليفون. احذروا بقى كلكم، تمام؟ فضلوا ورايا يومين مأخرين الاوردر وانا جايبه التليفون ده هديه لابني. جم تحت البيت مش عايزين يطلعوا غير اما ابعت الفلوس. قلت لهم طيب وانا ايش قدراني ان انتوا تجروا؟ قال لي لا حضرتك. قلت له لا انا مش هبقى ابعت الفلوس غير اما تبقى اللي مسلمني الاوردر قدامي. والغريبه انها بنت، تمام؟ سلمتني الاوردر وعايزه تطلع تجري. ده اللي شككني اكتر يعني. المهم وهي عند الاسانسير هم لافينه 100 لفه. انا المفروض جايبه ايفون 14 برو ماكس. البنت عند الاسانسير عايزه تمشي، انا بعت ابني جاب سكينه عشان اعرف افتح الاوردر، لافينه 100 لفه وتقولي لا انا المفروض كده خلاص اديتك الاوردر امشي بعد ما حولت الفلوس. اتفرجوا بقى على الاوردر اللي انا فتحته. الاقي الاوردر جاي لي كده في ملح، ده الاوردر. التليفون عباره عن ملح، تمام؟ والبنت دي الراجل بيكلمها اللي انا حولت له فلوس اسمه مصطفى احمد، والبنت دي اسمها مريم، وواحده تانية معاهم اسمهم نور. هم تبع بتاعه الموبايلات في البحريه في البحيره. ده اللي هو الولد برضو كان بعته. اولا ولا طلع بقى دي شركه ولا اي حاجه، والمفروض ان البنت دي جايه لها عن طريق شركه شحن اسمها تمام؟ والبنت اهي موجوده عندي في البيت اهي. انا حفظت عليها لحد ما النجده تيجي تاخدها. زي ما انت كده شفت بعينك وسمعت بودنك، لما يجي حد مندوب يجيب لك طلبات ما تاخدش الطلب وتحاسبه وتسيب المندوب ويمشي. افتح الطلب قدامه وفتش الطلب قدامه عشان تشوف ايه اللي موجود في المنتج من جوه، لان الطلبات دي لما بتيجي بتروح على شركات الشحن، وشركات الشحن بتبعتها على شركات شحن في المحافظه اللي انت موجود فيها. فممكن يكون المندوب اللي موجود في شركه الشحن واللي بيشيك على عمليه تغليف المنتجات دي واعاده تدويرها بعد ما بتيجي ممكن يعمل فيك نفس الحركه اللي اتعملت في الست دي. القصة الثانية ايه؟ القصة الثانية حصلت قدامي. المندوب جاب له طلبات، طبعا هو كان طالب طلبات من القاهرة، الطلبات دي سعرها او سعر التوصيل بتاعها حوالي 70 جنيه و80 جنيه، فاتصلوا عليه قالوا له لا سعر المنتج على بعضه بالتوصيل بتاعه او حاجة زي كده، المهم ان التكلفة الاجمالية كلها قالوا له 160 جنيه. قال لهم برضه امين ما فيش مشكلة ابعتوا الطلبات. بعتوا الطلبات بالشيك اللي مكتوب عليه السعر، وصلت عند المندوب في المحافظة الثانية. المندوب خد الطلبات عشان يوصلها، وبالفعل راح لصديقي ده ووصل له الطلبات. وهو بيوصل له الطلبات الحساب يا عم كام؟ الحساب مكتوب في الشيك 160 جنيه، فراح مديله 160 جنيه. المندوب قال له لا احنا عايزين 50 جنيه ثاني. قال له ليه 50 جنيه؟ قال له اهو كده في 50 جنيه ثاني زيادة، دي تعتبر بتاع خدمة التوصيل. قال له والله انا الشركة لما كلمتها قالت لي كله بالتوصيل 160 جنيه، وممكن حضرتك ترجع تتصل على الشركة وتكلمهم وهم يقولوا لك، اذا قالوا لك ان في 50 جنيه هم يحاسبوك عليها لان انا مكلمهم هم قايلين لي كده. فقال له لا انا مش هتصل على الشركه ولا هتصل على حد، انت عندك 50 جنيه تجيبها. يا عم ازاي يهديك يرضيك الحكايه الروايه ما فيش فايده، حبكت المشكله. طبعا انا مش عايز اقول لكم ايه اللي حصل، المهم ان هم خدوا اللي فيه النصيب وزياده. ولكن الفكره مش هنا، قصتنا ان المناديب بتيجي تنصب على الناس. طبعا احنا هنا مش بنعمم وبنقول كل المناديب، لان في مناديب محترمه جدا وفي ناس محترمه جدا وبتتقي الله في شغلها، ولكن احنا بنقول ان دي بعض الحاجات او بعض الاشخاص او بتحصل في بعض المواقف. فانت في كل الاحوال لما اي حد فيكم يطلب طلبات اونلاين، اولا لو انت واحده ست تخلي واحد راجل يبقى موجود معاكي لحظه استلام المنتج بتاعك، وبرضه وانت بتستلم المنتج بتاعك تفتحه قدام المندوب وتشيك على المنتج بتاعك عشان ما يحصلش معاك اي موقف من المواقف دي. ولو اي حد فيكم حصل معاه موقف من مواقف الشراء الاونلاين يا ريت تكتب لنا قصتها في التعليقات، وما تنساش تشير الفيديو ده لغيرك عشان الناس تخلي بالها، وربنا يسترها علينا وعليكم.